اليوم بغيت نعاود لكم قصتي بالمختصر المفيد اللي تقدر تفيد مجموعة من الطلبة في جميع التخصصات، وخاصة طلبة القانون اللي أنا واحد منهم. قصتي غتبدا في 2006 فين غادي يموت الأب ديالي اللي خلاني مازال صغير وما عارف والو في هاد الحياة. في ديك الوقيته بالرغم من أنني مازال صغير عرفت باللي بزاف ديال الأمور غادي تبدل، وبالفعل بزاف ديال الحوايج تبدلات. الأب ديالي اللي كان السند ديال العائلة مات وخلى واحد الفراغ كبير وكبير بزاف، وكيف ما كيقولوا ناس زمان بقينا لا حنين لا رحيم، أنا والأم ديالي واختي اللي صغر مني. كنت مازال صغير على أنني نخرج نخدم باش نعاون الدار، ولكن الحمد لله الأم ديالي كانت مرا ونص، كانت مرا حرة، ناضت خدمات علينا خدمة شريفة باش تربينا في الحلال، والحمد لله رباتنا أنا وختي أحسن تربية، وعوضتنا على الفراغ ديال الأب اللي تحرمنا منه وحنا مازال صغار. وصلت للبكالوريا ولكن للأسف ما نجحتش، ما يأستش وبقيت قوي حيت كنت عارف باللي القصة ديالي باقي ما سالات. عاودت العام الثاني والحمد لله جاب الله التيسير ونجحت. وهنا باش ناخد طريق قصير ونقلب على خدمة في وقت قصير وديال عامين مشيت درت التكوين المهني، ولكن للأسف البلان اللي بلانيتو تضرب ليا في الزيرو، حيت من بعد ما خديت الدبلوم عييت ما ندفع والو ما جابش الله. في ديك الوقت قررت نخدم ونبريكولي فاش ما عطا الله، المهم غير ما نبقاش جالس. وفي نفس الوقت مشيت تقيدت في لافاك، وبالفعل مشيت باش نتقيد، ولكن للأسف كان الباك عندي قديم، والحمد لله توكلت على الله وربي ما خيبنيش. من بعد صراع طويل تقبلت فيها، اختاريت شعبة القانون اللي ما كنت عارف عليها والو من غير أنها صعيبة وفيها الحفاظة بزاف. وزيد وزيد العام الأول ديالي بديت كندفع للبوليس. هاد المجال بقوة ما صحابي كاملين خدموا فيه، وبقوة ما أنني بغيت وحبيت نخدم فيه دوزت المفتشين في 2016 ودوزت جميع المراحل وما تقبلتش. سنة 2018 دفعت لضباط الشرطة ومرة أخرى ما جابش الله، ولكن الأهم أنني ما قنطش تحت رحمة سيدي ربي. خديت الإجازة وعاود دوزت البوليس في 2019 ووالو. بديت كندفع ماستر وحتى هي والو، كنلقى راسي في لائحة الانتظار أو لا. دفعت المنتدبين القضائيين وحتى هي والو. دفعت لعدة مباريات وللأسف كندوز حتى الشفوي وكانت تقصى، وفي أي إقصاء كنت كنتحطم من الداخل ديالي، ولكن دائما كنقول لعله خير. وكان ديما في بالي أن القلب اللي كيحمد الله عز وجل كيجذب المعجزات. وبالفعل بقدرة الله سبحانه وقعات المعجزة، وعرفت باللي أي حاجة طرات ليا من قبل إلا وفيها خير وخير كبير. جا الامتحان ديال المحاماة وبقيت كنفكر ندفع ولا لا. بقى كل التفكير ديالي على فلوس الهيئة، وفي الآخر دفعت ومشيت دوزت لكتابي والحمد لله نجحت فيه. باقي كنعقل نهار تحطات اللائحة ولقيت الاسم ديالي فرحت بزاف. في داك الوقت كانت اختي اللي صغر مني في الزنقة، خرجت كنجري عندها كنعيط ليها وكنقول ليها راني نجحت. فرحنا بزاف. وصل نهار الشفاوي ودوزتو وجيت بحالي، وفي نفس الوقت ما فرطتش في البوليس وبقيت نتبع معاهم المراحل. واحد النهار
حتى كنتفاجأ أنني تقبلت في البوليس، وهنا فرحت بزاف، حيت من بعد معاناة ديال سنين ديال السرواجي ربي جاب الفرج. ولكن الفرحة الكبيرة هي أنني نجحت حتى في المحاماة، وهنا كنت في حيرة، نختار البوليس أو المحاماة. واخا المحاماة كنت عارف ما عنديش فلوسها كاملين، ولكن الحمد لله بقدرة قادر ربي سخر وتسجلت في هيئة الرباط. اللي بغيت نقول لكم واللي بغيتكم تستافدوا من القصة ديالي أنكم ما تستسلموش، وحتى إلا عييتوا تعلموا أنكم ترتاحوا وبداو عاوتاني من جديد. كونوا أكيدين أن عم ربي يخيب قلبك وانت نويتي الخير. متحقروش ريوسكم وتقولوا حنا ماشي قدها، لا بالعكس، انت وانتي قدها، غير تيق في راسك، حيت راه فيكم بزاف ديال القضاة والمحامين والمحافظين والموثقين ورجال ونساء الأمن والسلطة وزيد وزيد. كيخص غير شوية ديال الصبر والقراية، ومنين تبغي توقف تفكر علاش بديتي، وتفكر دوك الناس اللي واقفين وراك وكيضحيو بكلشي على ودك باش توصل. كلشي غادي يوصل، وربي كبير ما كينسى حتى واحد. خدم وخلي الباقي على ربي.